إن الألطاف الإلهية الإضافية التي يمن الله تعالى بها على عباده في العشر الأواخر لا يستشعرها المؤمن من خلال الشحنة الإضافية التي تدب فيه، فينشط لطاعة الله تبارك وتعالى أكثر من غيرها، وتزيد همته للإتيان بما عجز عنه في غيرها. وقد تضمنت كتب السنن والمستحبات أعمالا لهذه الليالي تشكل برنامجا يأنس به المؤمنون ويشتاق إليه طلاب القرب من الله سبحانه، وهي موزعة تحت عناوين كالأعمال العامة لشهر رمضان، وهي تشمل أكيد العشر الأواخر، والأعمال المشتركة للعشر الأواخر، والأعمال الخاصة بكل ليلة من العشر الأواخر، مضافا إلى الأعمال المشتركة والخاصة لليالي القدر في الليالي التي يحتمل أن تكون فيها ليلة القدر.